ضيفي في هذه الحلقة هو آية الله السيد طالب الرفاعي، مؤسس حزب الدعوة الإسلامي بالعراق والمرجع الشيعي المعروف. حضرتكم لكم علاقة جيدة مع الإخوان المسلمين لدرجة أنكم حاولتم أن تتوسطون لسيد قطب رحمه الله من اغتياله، فوسطتم السيد الحكيم ليكتب إلى جمال عبد الناصر رسالة. أنا بنفسي رحت للسيد، أنا خاطبت السيد بنفسي. لماذا؟ ما هي القصة؟ نحن رفقاء طريق مع الإخوان المسلمين. نحن رفقاء طريق مع الإخوان المسلمين في حزب الدعوة. الإخوان المسلمين سبقونا في الدعوة. أنتم في حزب الدعوة، واحنا حزب الدعوة نعتبر نفسنا رفقاء طريق مع حزب التحرير، استفدتم مع الإخوان المسلمين. استفدتم من أنظمتهم، من تنظيمهم؟ بلا شك أسبق من عندنا، هم أسبق من عندنا. وكانوا يعطونكم مثلا تنظيماتهم ويتعاونون معكم؟ كنا نلتقي يعني. أنا قبل بداية حزب الدعوة لما تشكل اجى عندي إلى غرفتي في مدرسة القوام رعيل من المسلمين، منهم من حزب التحرير ومنهم من الإخوان، ونحن أيضا التقينا معهم أنا والسيد سيد مهدي الله يرحمه والسيد محمد باقر الحكيم رحمة الله عليه. سيد مهدي الحكيم، سيد مهدي الحكيم وأنا وسيد التقينا بهم وأخبرناهم وباركونا، وكانوا على علم مما نعمل يعني. ولذلك لما قرر جمال عبد الناصر أن يغتال سيد قطب، أردتم أنتم أن توقفوا هذا الحكم، فرحت للسيد الحكيم وطلبت. أقدر أقول لك يعني ليلة إذاعة البيان في الحكم بإعدام سيد قطب، أقدر أقول لك ما نمنا تلك الليلة. وين كنتوا ذاك الوقت؟ كنا موجودين يعني كل واحد في مكانه. أنا أتذكر أن السيد مرتضى العسكري إلي قال لي سيد طالب أنا البارحة ما نمت بعد أن سمعت هذا الحكم. الأستاذ المرشد العام يقول في بيانه للأمة الإسلامية المسكينة: نحن نعتبر الشيعة الجعفرية فرقة من فرق المسلمين، فهم متفقون معنا في أصول العقيدة والعبادة والأخلاق، وهم يمثلون الأغلبية العظمى من الشيعة في العالم اليوم. هم والله خطر، تكلمت فيهم أكثر من الرافض ومن غيرهم شدة خطورتهم، وازداد خطرهم لأنهم أصبحوا مطايا للروافض في كل مكان. والإخوان المسلمون يلبسون الإسلام، وعندهم من الضلالات الكبرى من وحدة الأديان وحرية الأديان وأخوة الأديان ومخاوة أهل الأديان، والنصارى إخوانهم، وقد أدخلوا في تنظيمهم في هذه الأيام 93 نصرانيا. وأما الرافض فحدث عنهم ولا حرج.